في واحد بيقول هحكي لكم قصتي اللي حصلت معايا امبارح. كنا حوالي الساعه 8 بالليل وروحت البيت ما لقيتش حد، فاتصلت باخويا قال له ان هما في المستشفى مع خالتي لانها كانت بتعمل عمليه، وبعدها نمت وفقت على حوالي الساعه 9 الصبح. خرجت من البيت وكنت بعمل رياضه وبجري وكده، وانا راجع البيت بقى لقيت ست كبيره بس قصيره شويه جت وقفتني، فانا قلت لها نعم يا خالتي، انت عايزه مساعده؟ قالت لي يا ابني انا شايفه انك شعرك قصير شويه، عايز اقول لك تبطل تقص شعر لان في سحر وفي عين وفي سحر سماوي وسحر ناري. وانا ما كنتش فاهم حاجه الصراحه من اللي كانت بتقوله، وكنت بتكلم مع اخويا في الموبايل، فقال لي مين المجنونه اللي انت بتتكلم معاها دي؟ فانا فضلت اضحك معاه وببص قدامي لقيتها واقفه وما بتتحركش، ولما لمستها اختفت في لمح البصر. انا هنا اترعبت جدا، يا عم ده انا نفسي اترعبت. المهم فضلت اجري، ولما حطيت ايدي في جيبي ما لقيتش فلوسي وكانوا حوالي 900 جنيه، وهنا كنت هتشل حرفيا. فضلت اصوت واقول سرقوني سرقوني لحد ما لميت عليا اصحاب المحلات والجزار وصاحب المكتبه والجيران واللي في الصيدليه طلعوا لي، حتى شيخ الجامع جه كده وحط ايده على راسي وفضل يقرا قران، فاغمى عليا. ولما فوقت لقيت نفسي فوق السرير، قلت لابويا هو ايه اللي حصل؟ قال لي الشيخ جايبك وقال لنا ان انت كان فيك جن وخرج منك.